نرى على اللوحة تعريف المد. المد لغة الزيادة والتطويل، يقال مد فلان يعني زاد أو طول. واصطلاحا يعني عند المجودين، عند من اختصوا بتلاوة القرآن الكريم، إذا قالوا المد ماذا يعنون بهذه اللفظة؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حرفي اللين. عندنا أيها الإخوة شيء اسمه حروف المد واللين، وعندنا شيء اسمه حرف اللين. حروف المد، لاحظوا كلمة اللين مشتركة هنا وهنا، حروف المد واللين، حرف اللين. حروف المد واللين سيأتي معنا الآن إن شاء الله، هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. بدها تكون الألف ساكنة وقبل مجانس لها يعني مفتوح، والواو ساكنة وقبلها مجانس يعني مضموم، والياء ساكنة وقبلها مجانس يعني مكسور. ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها. هذه الثلاثة يقال لها حروف المد واللين. يقال لها حروف المد لأن لها قابلية التطويل، ويقال لها حروف اللين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة. يا وين الكلفة؟ سو ما في كلفة، وجي ما في كلفة، ما في، مو مثل أق بو خا، الحروف الأخرى فيها قطع وإغلاق وفتح للمخارج، هذه تخرج هكذا حروف المد واللين، إذن لها قابلية التطويل وتخرج بسهولة. هذه حروف المد واللين. إذا سمعتم حروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. إذا سمعنا حرف اللين، حرفا اللين هما كما مر معنا في صفات الحروف، واللين قال الجزري رحمه الله واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثل سوء، خوف. الياء الساكنة المفتوح ما قبلها مثل خير، قريش، الصيف، البيت. هذه الياءات السواكن المفتوح ما قبلها، الواوات السواكن المفتوح ما قبلها، اسم هذين الحرفين حرف اللين، وسمي حرف اللين لنفس العلة التي سمي من أجلها حروف المد واللين. نرى ذلك على اللوحة. نعود إلى لوحتنا. أن حرف المد اصطلاحا إطالة الصوت، أو المد اصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حرفي اللين. اللوحة التي بعدها: وحروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. مثال: نوحيها. هذا المثال القرآني جمع حروف المد الثلاثة: واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها، ألف ساكنة مفتوح ما قبلها. على فكرة أيها الإخوة، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ألف متحركة ما في، ألف ليس قبلها فتحة أيضا ما في. أما الواو والياء فممكن يكونوا متحركتين أو ممكن يكونوا ساكنتين وقبلهما فتح كما أسلفنا. طبعا لما نقول نوحيها لا يظنن ظان أن يعني لا يأتي المد إلا في كلمة نوحيها، لا، هذا صادف أن هذه الكلمة حوت حروف المد الثلاثة. لكن لو قلنا مثلا يا، هذا حرف مد فيه ألف، قال حرف مد فيه ألف، قولوا حرف كلمة قولوا فيه واو، وفي أنفسكم وفي، هذا حرف مد ياء. لكن كلمة نوحيها اجتمع فيها حروف المد الثلاثة. نعود إلى لوحتنا ونلاحظ بأن نوحيها وقد كبرت الآن، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها، ألف ساكنة ولا تكون إلا ساكنة كما أسلفت، وقبلها مفتوح أيضا ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. هذه هي حروف المد الثلاثة التي ترونها أمامكم، ولا تطويل في قراءة القرآن إلا في هذه الأصوات الثلاثة، بالإضافة إلى الغنة في الميم والنون كما درسنا ذلك في أحكام الميم وأحكام النون. فقط لا يطول إلا هذه الحروف. نعم. ثم قال: وسميت حروف المد
لأن لها قابلية المط والتطويل. وسميت حروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة. واضح الكلام بتصور. ننتقل إلى اللوحة التي تحدثنا عن حرفي اللين. اللوحة التي بعدها يا أخي. تقدم في صفات الحروف أن حرفي اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو قول، يوم، قريش، والليل. لاحظوا هذه الواو وهذه الياء كيف أنها سواكن وقبلها مفتوح. هذان حرف اللين، وهما حرفان ملحقان بحروف المد واللين من حيث الحكم، كما سيأتي معنا في مد من المدود التي في القرآن اسمه مد اللين.